القطر يا عم الحاج، اوعى القطر يا عم الحاج، اوعى القطر يا عم الحاج، اوعى القطر يا عم. ايه ده يا ساتر؟ بقالي 3 ساعات عمال الف حوالين نفسي، وكل ما اكسب يكتب لي جيم اوفر. ده انت لعبه شمال. يا ساتر عليكي. والله انت اللي والله يا عم. انت مين يا عم انت؟ انا ضميرك يا اسطى. ده ايه؟ ضميرك. ايوه. مش المفروض يعني الضمير بيبقى نفسي كده شكلي ولا ايه؟ لا لا، ده الشغل الضيق بتاع الافلام. بجد انما والله؟ احنا بنطلع في اي حاجه. يا طيب هأمر حضرتك. محمود، انت عارف ايه اللعبه دي اصلا؟ دي؟ دي عادي يعني، لعبة يعني عادي. ما تهربش من السؤال. عادي. ايه اللعبه دي اصلا؟ لا مش عارف. عارف ايه المطلوب؟ المفروض تعمل ايه؟ آه. الاهداف بتاعت اللعبه؟ لا برضه مش عارف اي حاجة من انت بتقول عليها دي خالص. والله ما عارف. طول عمرك كده. آه. فاكر موضوع رمضان واحنا صغيرين؟ رمضان؟ اوعى القطر يا عم الحاج. انت بتعمل ايه يا ابني انت؟ انت مين يا عم انت؟ انا ضميرك يا اسطى. رمضان قرب، هتعمل ايه؟ رمضان؟ شفت؟ اهو فات من ساعتها يجي 117 رمضان. عملت فيهم ايه؟ وهو رمضان جاي كمان يومين، هتعمل ايه؟ عادي يعني، رمضان يعني عادي. تعرف يعني ايه رمضان؟ انت عشان تستمتع باللعبه اللي كنت بتلعبها دي، كنت لازم تبقى عارف ايه اللعبه وايه الهدف وايه المطلوب منها. رمضان كده برضو، عشان تعيش رمضان صح لازم يكون ليك في رمضان اهداف. يعني مثلا تخلي هدفك في رمضان التغيير. رمضان فرصه للتغيير ما تتكررش. الشياطين مصفده، الناس حواليك كلها بتعبد ربنا، كله بيصلي وكله بيقرا قرآن. فرصه، اوعى تخش رمضان وتخرج منه زي ما كنت. في رمضان لازم تخلي هدفك دعاء مستجاب. في كل يوم في رمضان ليك دعاء مستجاب، 30 يوم دعوة مستجابة. شوف نفسك في ايه، اكتب كل اللي نفسك فيه واطلبه من ربنا. الدعاء في رمضان فرصة مستجاب، اوعى تضيعه. وفي رمضان لازم يبقى هدفك العتق من النار. كل يوم في رمضان ربنا ليه عتقاء من النار، يعني بيتكتب اساميهم ان دول خلاص عمرهم ما هيكونوا من اهل النار. ما نفسكش تبقى منهم؟ وفي رمضان لازم تخلي هدفك انك تحطم كل الارقام القياسيه. شوف كانت ايه ارقامك القياسيه ولازم تحطمها. ما كنتش بصلي الا الجمعه، اصلي. كنت بتصلي في البيت، اصلي في المسجد. بقرا قرآن قليل، اقرا كتير. كنت بقرا جزء، اقرا 3، اختم 5 مرات، 10 مرات. حطم كل الارقام القياسيه. وفي رمضان لازم يبقى هدفك مغفرة الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى اداك 3 فرص لمغفرة الذنوب: من قام رمضان، من صام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما نفسكش ربنا يغفر لك ذنبك؟ يبقى اوعى تفوته. بس عشان تحقق كل الأهداف دي ما ينفعش بقى تقول أنا هبدأ عند أول رمضان. أنت لو ماشي بالعربية وعايز تحود لازم تدي إشارة وتحضن، يا إما الدخلة هتفوتك. ولو فاتتك انت عارف أول يوترن في السلوم. فلو قلت هبدأ أول يوم إن شاء الله على يوم 29 تلاقيك بدأت. رمضان فرصة، حدد هدفك واوعى تضيعه. هي دي نصيحتي ليك يا اسطى. أنا مضطر انصرف بقى، يعني الوداع. الوداع ضميري. الوداع صح. الوداع. الوداع. استنى يا ضميري اما اجي اوصلك.